وفي سياق التفاعل مع الخبر علق المفكر المغربي إدريس الجنبوري على حسابه بفيسبوك قائلا: خبر الآن، تعيين لطيفة أحرار عضوا بمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقويم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأخرجنا من هذه القرية. وقال عبد الكبير حميدي الجامعي والأكاديمي المغربي إن مثل هذه التعيينات وحدها تكفي لتوقع ما يراد لمنظومة التعليم العالي في المستقبل. وتجدر الإشارة كما جاء في المراسلة إلى أنه المقرر أن يستمر تعيين لطيفة أحرار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وجاء في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأخت لطيفة أحرار من لجنة ستاند اب الكوميدي إلى لجنة البحث العلمي والتعليم العالي: بارك الله، الكفاءات في البلاد ما بقاوش حتى ولينا كنسعاو بالفنانين والفنانات في التعليم. وهذا ودافع رأي آخر عن التعيين المذكور بحكم أنه تعيين بالصفة لا أقل ولا أكثر، باعتبار أن لطيفة أحرار مديرة المعهد العالي للفنون المسرحية والتنشيط الثقافي.